عناوين هذه الحلقة. هلا البعض يرى بعض الأفلام كإساءة للإسلام، وتبرئة الفنان عادل إمام من تهمة ازدراء الأديان. عمارة في الإسكندرية تعرف الناس على أنها مسكونة بالجن، ما فيهاش حاجة، كلمة رددها شباب قرروا اقتحام المجهول، وكاميرا MBC في أسبوع تصاحبهم. هلا بدنا القلوب بتكون قوية كثير. هلا بدنا نشوف تقرير في اكشن. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا مجددا. طبعا هم قالوا لك ما فيهاش حاجة، هي كلمة رددها الشباب الذين قرروا اقتحام المجهول في مبنى اشتهر بعمارة العفاريت في منطقة رشدي بالإسكندرية، يشير إليها المارة بأن لها قصص وحكايات، وبمجرد أن تقف وتنظر إليها تجد من يلتفت إليك ليحذرك منها. ماذا يقول؟ طبعا احنا بس بنحكي حكي عن الموضوع، والسيره لحالها يعني قلبي صار تسارع في دقات القلب. يعني هناك لما بيمشي اي واحد من هناك بيحكوا له دير بالك هذا المبنى تسكنه العفاريت، وطبعا يسرد لك ما حدث في داخله بسببهم ويترك بقايا خوف بداخلك. عموما خلينا نتابع التفاصيل، وطبعا خلينا نسميها كسر الخوف، محاولة كسر الخوف من خلال التقرير التالي مع الزميلة عبلة عبد الحليم. وقبل أن نتابع طبعا الموضوع، تحية كبيرة لمصور MBC سامي الخياط، لأنه نام ليلة كاملة هناك لا يقدر يصوره. يلا خلينا نشوف. مبنى يقطنه السكان بوسط مدينة الإسكندرية، يظهر للعيان بأنه مبنى كباقي المباني هجروه أهله لفترة طويلة، ربما لخلاف بين الورثة، وربما كما يقص البعض بأنه مبنى يسكنه العفاريت. توالت عليه الأيام تاركة قصصا وحكايات توارثتها الأجيال، وأسموه عمارة العفاريت بحي رشدي. قالوا في أرواح من الجن وفي ناس من الجن ساكنين فيها، وكل ما يحط عفش يترمى في الشارع. مسكونة، وإن الحنفيات في بعض الأوقات بدل ما تنزل مية بتنزل دم. فطبعا الكلام ده كله أنا سمعته، لكن أنا ما شفتش حاجة يعني بعيني يقينا. ازداد الحديث، وبدأت الناس تخاف من هذه العمارة ومن الشارع الذي تقع فيه، إلى أن اكتشف الشباب أن سمعة المكان وما يجري فيه من أحداث ذاع صيتها في دول كثيرة عبر الإنترنت وعبر صفحات التواصل الاجتماعي. فقررت مجموعة من الشباب اختراق المجهول ودخولهم المبنى لتحدي هذا المجهول. الفكرة ان انا بقالي يعني انا من وانا في اعدادي بقرا عن العمارة ديت حاجات غريبة، حاجات مش ممكن العقل يستوعبها اساسا. والمشكلة بقى ان مش قصص من مصريين من هنا، يعني انا سمعت عن العمارة من كتب اجنبية اساسا، فالموضوع كبر والموضوع بقى بيوصل لبره اساسا. قاعد على الفيسبوك لقيت في تجمع عند بيت الاشباح في رشدي، وانا كده ساكن في بوكلا يعني، تمام. فجيت عادي جدا بشوف ايه الموضوع في ايه وبتاع، مره واحده جت في دماغي ان انا لازم اطلع يعني. اكيد في سبب ورا 60 سنه عماره زي دي تفضل موجوده، ده اللي عايزين نعرفه، ليه 60 سنه؟ مش عفاريت يبقى ايه؟ لما جينا اتكلمنا مع صاحب العماره لقينا ان العماره ما فيهاش عفاريت. طب منين ما فيهاش عفاريت؟ واتقفل مدخل الباب بالطوب الاحمر كله. اختراق الملكيه الخاصه امر غير متاح حيث لها حرمتها، ولكن الخوف الذي تملك الناس من هذه العمارة جعلهم يخترقونها غير مكترثين بخصوصية المكان كنوع من التحدي لذلك الخطر المجهول. إشاعات بتطلق، إشاعات، وأنا هحط كمام على حالة الناس، خلي يتكلم كله كلام فارغ ولا يمت الحقيقة بالصدق. أنا بنيتها، كنت شاغل أرض من المحافظة وبنيتها، وكانت في قوانين مجحفة بالنسبة للإسكان. سافرت الخارج، قعدت مدة في أمريكا ورجعت تاني. وإذا كان مالك العقار يرفض أي ادعاءات ويؤكد
يؤكد خلوه من أعمال الجن، فإن علماء الدين لا يرون حقيقة جازمة فيما يجري، هكذا أكدوا، لكنهم في الوقت ذاته ينصحون بالعودة إلى كتاب الله وفعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الجن موجود فعلا، وبالنسبة للشباب الذي اقتحم العمارة فهم يريدون خيرا، جزاهم الله خير على ذلك، ولا ننكر أبدا ما فعلوه، لأن الجن كما قلنا ونقول وكل العلماء يقولون ذلك ليس له سلطان على الإنسان، والجن ضعيف 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 يا سادة، والله ما في أضعف منه. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبعد بعيد خالص خالص خالص. يبقى إذا ما فعله الشباب اقتحام هذه العمارة علشان خاطر يبين للناس ما فيش حاجة اسمها نخاف، احنا نخاف من واحد بس، الله سبحانه وتعالى. واقع نعيشه أم خيال نجري وراءه يسوقنا إلى عالم مجهول يمكن مداوته ببعض الآيات. ففي الماضي قالوا في الأمثال: ما عفريت إلا بني آدم. عبلة عبد الحليم، MBC الإسكندرية. إذا مشاهدينا ومستمعينا مباشرة إلى الرياض، وضيفنا البروفيسور الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي. مساء الخير أبو علي. مساء الخير. مساء الخير أستاذ علي، مساء الخير أختي علا، يا مرحبا فيكم جميعا وبجميع المشاهدين والمستمعين. الله يرحب فيك إن شاء الله. إذا مشاهدينا ومستمعينا، الحقائق والمسلمات قد تتحول إلى خرافات وأوهام تسيطر على تفكير الإنسان وعقله، بل قد تجعله في دائرة مغلقة ومنغلقة يفقد معها متعة الحياة. بعض الظواهر طبعا لها وجود، وبعضها موروث فكري ومجتمعي يطرحها ويتداولها كل مجتمع طبعا منطلقا من قناعاته ومبادئه وأعرافه. تلبيس الجن بالإنس أو التلبس موضوع طرح في المجال النفسي برؤى، أو طرح عفوا في المجال النفسي برؤى مختلفة، وهو موضوع طرح هذه الفقرة من خلال طبعا فقرتنا النفسية. نناقش مع البروفيسور طارق الحبيب الموضوع من خلال طبعا عدة محاور. نبدأ علي. إذا في البداية دكتور طارق، يعني هذا الموضوع لن نسلط عليه الضوء من ناحية عمارة أو بناية أو مجمع أو مدينة أو قرية، لا، نريد أن نفتح الموضوع بشكل نفسي عقلاني. ما هي رؤية الطب أو العلم النفسي في تلبس الجن بالإنس؟ من البداية بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان شباب مصر قد ثاروا على شياطين الإنس فلن يعجزهم أن يثوروا على شياطين الجن، هذا فقط كمقدمة لشباب الإسكندرية في حقهم. أما ما رأي الطب النفسي، فالطب النفسي وعلم النفس لا يؤمن بالجن، مسألة الجن أبدا إيمانا مطلقا لا يؤمن بها، ولذلك كتب الطب النفسي وعلم النفس لم تعرض لهذا. في التصنيفات الحديثة أضافوا عملية التلبس كمصطلح لا يعنون به التلبس، وإنما يصفون ما يصفه الناس بالتلبس ضمن الاضطرابات الانشقاقية. أما الأطباء النفسيون فأكثرهم يسرون بمسرف مسر العلم، أعني به الإنكار الكامل لمسائل التلبس والجن وما يتعلق به. قلة منهم محتارون في ذلك، لا يدرون، والندرة القليلة هم يؤمنون بذلك، لكن حتى هذه الندرة وهي تؤمن عندها بعض التساؤلات. طب من هاي التساؤلات شو بروفيسور؟ يعني مثلا حتى مش موضوع انه يتلبس الجن انسان، يعني زي ما هلا شفنا في التقرير، يعني الجن يسكن في العماره هاي، البيت هذا يسكن الجن، لماذا نبالغ احيانا في خوفنا حتى من هذه القصص؟ الإشكالية هناك مبالغة من الناحية المجتمعية، وأنا أعتقد أنهم معذورون جدا. لذلك لو قرأت في السير السابقة لمختلف الأمم وليس فقط لأمتنا العربية، حتى شكسبير في مسرحياته قد عرض لمسألة الأرواح وبالغ فيها مبالغة كبيرة. الأطباق الطائرة جاءتنا من حضارات أخرى مختلفة، مثلث برمودا الذي لم يفك رمزه، حتى في أشعار العرب كان يظن أن شعراء العرب في الماضي كل له راق من الجن يرقيه، ولذلك كان واد اسمه عبقر
يذهب إليه أولئك الشعراء ويأتون بالأشعار كل يرجع وسموا جنيا أو شيطانا لذلك الشيء. ولذلك جرير الشاعر المجيد ذلك الشاعر حينما يعني مدح عمر بن عبد العزيز ولم يعطه شيئا يذكر ماذا قال جرير في ذلك البيت الشعري: رأيت رقى الشيطان لا يستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيا. حتى جرير وهو يأتي بشعره من ذاته لا من الشيطان اعتقد هذا الاعتقاد وأصبح ساريا في الأمة. هذا الموروث الاجتماعي جعل الإنسان في حالة خوف كبيرة ورعب كبير، فبدأ يفسر الظواهر التي لا يفهمها بذلك التفسير المبالغ فيه. إذا جئت للطب النفسي، لماذا الأطباء ينكرون أكثرهم؟ لأن الطب النفسي يقوم على العلم المادي النظرية المادية، الشيء الملموس، والجن أمر غير ملموس. إذا جئت للطرح القرآني والشرعيين، أعتقد أن الشرعي لم يقدموا كلمتهم بشكل واضح في هذا الشيء، ربما لعدم وضوح النصوص الشرعية في هذا. الجن موجودون، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الجن موجود عندكم في الاستوديو، موجودين عندي في الاستوديو، موجودين في كل بيوتنا، فخفتم الآن. أبو علي، ليس فقط أبو علي بالهداوة تبي تنط البنية بتهج الحين. يعني أنا بخاف تطلع من الاستوديو الحين حتى عن طلعت جوا وعند الله يستر. طلعت في كل مكان هم موجودين. يا أبو علي لحظة طلعت فتش عن يمينك عن يسارك. بس الجن بس يعني في ثبت، لا بس بالنهاية يعني لحظة أبو علي، أنت ما في حولك شيء بالاستوديو بالرياض؟ في شوي بس على فكرة بس صغار لسه صغار، ما بصير عن جد. لحظة بدأت تخاف البنية يا أبو علي. بس ما بصير يعني بعدين، صح ولا لا بروفيسور؟ بعدين ثبت فعليا، يعني في ناس لبسهم الجن وفي أشرح لكم يعني مسألة الجن يعني. ربط بدأت ترقل البنية. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أشرح لكم. إن كيد الشيطان كضعيفا. فالجن هو كائن موجود كما هو الهواء، كما هو أي شيء، هو موجود في كل مكان، لا مشكلة لنا في ذلك الشيء. الأزمة هي المبالغة في تأثير الجن على الإنس. تأتي الأزمة ثم نأتي ونناقش مسألة الدخول من عدمه، وهذه لا فيه رأي في هذه المسألة، ربما أحدثكم لو الوقت اتسع بعد قليل. إذا وجوده في كل مكان، منتشر في كل مكان، كما توجد الكائنات الأخرى. الإشكالية ربط القوة بالجن والضعف بالإنسان، هنا تكمن الأزمة. أيوة. طيب الآن أبو علي، بما أنك تكلمت عن الخلاف الديني النفسي، ما النقطة التي يجتمع فيها علم النفس مع علم الشرع فيما يخص تلبس الجن بالإنس؟ وما النقطة التي السؤال الأول، ما هي النقطة الالتقاء، وما هي أيضا النقطة الخلافية أو التضادية؟ جميل. إذا جئنا لماذا وقع الخلاف من عدمه ما بين الشرعيين وما بين الرقاة؟ لأن الرقاة يختلفون عن علماء الشريعة. الرقاة ربما بعضهم عنده بعض المبالغات وبعضهم أطروحتهم جميلة وجيدة. الشرعيين تجنبوا هذا. الإشكالية الانشغال في مسألة دخل الجن أم لم يدخل. رجعت نصوص الكتاب والسنة. في هذه النصوص حينما تتأملها هي تتكلم عن التأثير. حديث جابر بن عبد الله، ما رواه الترمذي أيضا، حديث ابن عباس، حديث أبو هريرة عند أبي داود وغيره، جميع هذه الأحاديث تتكلم عن التأثير. مسألة الدخول والتلبس، هذا الحديث التي وردت فيها أكثرها ضعيفة. رأيي في هذه المسألة من مراجعة هذه الأمور، وألفت فيها كتابا وعرضت على سادة علماء الشريعة داخل السعودية وغيرها ما يلي. النقطة الأولى أن الجن له شيء من التأثير وليس السيطرة على الإنسان. مسألة دخل الجن أو لم يدخل، هذه قضية يجب أن لا تناقش، لأنه دخل أو لم يدخل ليست قضية، القضية على التأثير. ودائما أضرب هذا المثل، لو أن جنيا في الخارج يؤثر علي 100%، أو جني في الداخل يؤثر 1%، أبغى جوا، لأن القضية مرتبطة بالتأثير. ثالثا الجن عبارة عن كائن خفيف لطيف ممكن يتحرك بأي شكل، القضية مرتبطة بالتأثير. انشغلوا بالدخول من عدمه لأن ثقافتنا ثقافة ملموسة، فقام هذا الشيء بهذه الطريقة، وثقافة الخوف تميل إلى الملموس فتفسره، فتشكلت هذه الأطروحة الفكرية. الطب النفسي لا يؤمن بهذا كله. الشرعيين تجنبوا. الرقاة ربما بعضهم بالغ في هذه المسألة، ثم جاءت معزوفة الخوف عند المتلقين وبدأ ينسجون عليها، كعمارة الإسكندرية، وذلك المستشفى في حي عرقة بالرياض الذي أيضا اخترقه مجموعة من الشباب، وتجدونها ربما في الإنترنت. صحيح. وأظن بعض الشباب اخترقوه بقوة في ذلك الاختراق. بعض التعليقات تقول أن شباب مصر غاروا من شباب عرقة.
نعم، وانا شفت الفيديو حق ايرجو قاعد اطالع فيه وكذا، قلت والله يا اخي الشباب هذول جريئين. واحد من اولادي قاعد ايش رايك بولدك يا ابو علي؟ قلت وشو؟ قالوا ايش رايك بولدك؟ قلت شلون؟ قال كنت معهم انا، رجال حنا طلعنا الجن. طب انت لو كنت موقف انت بتسويها؟ لو كنت انت بالموقف بتسويها؟ بصراحه لا. ولا ليه؟ أنا مش خوفا، ولا مش القضية خوفا، لأن هذه القضية لا تشغلني. أيوة. ولكن لو كانت تشغلني بعدها نقيس هل أكون خائف أو غير خائف. وش اللي مشغلك طيب. يا أبو علي؟ مشغلك الدورة الجماهيرية أمس؟ مشغلني والله هموم الأمة، مشغلني المشاكل التي تدور أخي علي، مشغلني ما يحدث في تونس هذه الأيام، هذه الأيام، مشغلني ما يحدث في سوريا، هذا الصراع بين فريقين كبيرين يدور على أرض سوريا، أعوان سوريا وأعوان الجيش الحر يتحاربون على أرض الأمويين، هذا الذي يشغلني. الله يهدي النفوس باذن الله. بروفيسور، يعني هناك عدد كبير من الاشخاص او الحالات اللي ثبت انه يعني تلمسها الجن او تلبسها الجن، يعني فخضعت للرقيه الشرعيه. هل هذا كافي ام انه انت قلت انه يعني بعلم النفس لا تؤمنون بهذا الموضوع، لكن هل هناك علاج لمن يعتقد بانه ملموس او من ثبت شرعا او شيء؟ ما بعرف كيف يعني انه خليني اصحح، ليس لا نؤمن. أنا كطبيب لإيمانياتي، أنا تكلمت لكم عن علم النفس والطب النفسي ماذا يقول. أما أنا كطبيب فلي إيمانياتي، هذا هو الطب النفسي يقول كذا يعني. وإيمانياتي أن الجن موجود، والأمر الثاني أن لهم تأثير، لكن هذا التأثير النسبي يعتمد على قوة إيمان الإنسان وتفاعله معه، كما يؤثر عليك الهواء البارد أو غيره أو كذا، هي عملية تفاعلات. يؤثر عليك الحيوان الآخر، هي تفاعلات أما أن يدخل ولا يدخل فليست بقضية عندي، لأن الأصل هو التأثير وليس الدخول في مسائل هذا الأمر. حدثت إشكال حينما يأتينا المريض الآن في العيادة ويكون هذا المريض الرقاة يقولون أن به مس. أنا كطبيب ليس دوري أن فيه مس أو ليس فيه مس، أنا كطبيب دوري أتعامل مع الأعراض التي أمامي. هذه الأعراض تسمى ذهان، أعطي دواء الذهان، تسمى اكتئاب، أعطي دواء الاكتئاب. على المعالج بالقرآن أن يعالج السببية، إن قال مسا وسائله للعلاج تماما، تلك قضيته. أما أنا قضيتي في تعاملي مع الأعراض، لأن الطب النفسي في تشخيصه يقوم ما هي الأعراض، وعلم الرقية يقوم في تشخيصه على السببية، فلا مانع، بل هو الأصل أن نجمع بين العلاج السببي والعلاج العرضي، الأدوية النفسية أو حتى العضوية، ومن هنا العلاج بالقرآن. ثم إذا جئنا إلى القرآن، لماذا نحشر القرآن في مسائل الجن والعين والسحر فقط؟ القرآن لكل شيء بركة، في الجن والسحر والعين، في الأمراض العضوية حتى للأسوياء، ومن هنا كان الورد الصباحي والمسائي، لكن ليس الاقتصار عليه. فمن خلق الدواء هو الذي نزل القرآن، فلنجمع هذا بهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. طيب أبو علي، لعلها بتكون إن شاء الله النقطة الأخيرة اللي نختم فيها الفقرة فيما يخص تلبس الجن بالإنس والرأي النفسي العلمي في ذلك، وفيما يتفق أو يتعارض معه مع العلم الشرعي. الآن هناك من يقول أنه المرضى النفسيين يمكن أن يكون تصنيف هذا المرض هو تلبس بالجن أو تلبس الجن بهم. لا يستطيع الطب النفسي، وأنا أتكلم بلغة عقلية بحثية علمية، لا بلغة الإنسان العلمي المتشنج لعلمه ولا بلغة الإنسان المبالغ في الأمور الغلبية. أنا كطبيب نفسي أمامي هذه الأعراض أستطيع أن أسميها فصاما أو غيره، لكني لا أستطيع أن أحدد سببيتها. أنا في الطب النفسي علمي لا يقوم كما هو علم مثلا الباطنة، هذه بكتيريا معينة أدت إلى هذه الأعراض. في الطب النفسي أنا لدي الأعراض السببية ربما تكون جلية أو غير جلية، وفي أغلب الأحوال غير جلية. وجود التلبس من عدمه احتمال، لكني لا أفترضه ولا أستطيع أن أرفضه. فمن يفترضه أحتاج منه الإثبات، وللطبيب الذي يرفضه أحتاج منه الإثبات. فالنفي يحتاج إثباتا، كذلك العين وكذلك السحر. هذه الطريقة المرنة في التفكير، ولذا لما الصراع بين الأطباء النفسانيين والرقاة؟ تكمن الإشكالية في منهجية التفكير، وهما منهجيتان. هناك ما يسمى التفكير المغلق. المغلق هو الذي يبني فكرة ويبحث عما يثبتها. لا يوجد
جن، لا يوجد تلبس ويجلس يثبتها، هذا يقول جن وتلبس ويقعد يثبتها. هذا غلط. يجب أن أتعامل مع الدليل الذي أمامي، مع المعطيات التي أمامي، ثم من خلالها أقرر هذا أو هذا. الأمر الآخر وأختم به أن قضايا الجن والعين والسحر قضايا غيبية ظنية. حينما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر لم يعلم حتى جاءه الخبر من السماء، وذلك حتى السحر أحيانا الرقية لا تنفع فيه بمقدار فك السحر. فناء أمتي بالعين حينما يأتي هذا الحديث المرعب، وهو حديث صحيح، أن تأثيرها ضخم وربما يستقلها بعض الناس وربما يبالغ بها آخرون. مسألة عملية تأثير الجن أو عدمه بعوامله المتعاطي، وذلك كان لزاما أن نغرق أنفسنا بالأذكار حتى نخفف من تأثير العوامل الغيبية هذه. فالإنسان في جهاد وصراع مع كوارث الحياة وأيضا مع الكوارث الأخرى. واحنا ما نقول الا اللهم سكنهم مساكنهم. اشكرك جزيل الشكر البروفيسور طارق الحبيب، كنت معنا مباشرة من الرياض. كل الشكر لك أبو علي، شكرا لك.